المغترب اليمني زمان أول ما كان يروح من السعودية إلى اليمن يروح عند الحلاق قليل 3 أيام، وهو يتصلح ويتنعم ويصلح ذيك السكسوكة ويعمل التنعيم ويعمل حمام بخار ويعمل الصنفرة ويلبس الثياب الجديدة ذيك ويتعطر بالعطر أحلى ماركة ويصل إلى اليمن. تخيلوا عاد العطر اللي يتعطر به عندما خرج من السعودية وعادوا على الملابس. أول ما يدخل الحارة يشم العطر ذيك من أول الحارة إلى نهاية الحارة، وكل الناس تعرف إنه روح من الغربة. أما الآن يروح يجلس 3 أيام في الصحراء، يصل وشكله كأنه خارج من المقبرة، شكله يفجع. تخيل لو وصل في النهار الجهال يقوموا يهربوا منه، الجهال يفتقعوا من شكله، أهله ما عاد يعرفوه، يقوموا يقفلوا على الباب وما عاد يرضوا يدخلوه، يقولوا له ما أنت مننا ولا نعرفك ولا شيء، يقفلوا على الباب وخلاص. إلا بعد ما يروح يجيب لهم العاقل وكذا ويحلف له يمين إنه